انا جوزي بيسمع كلام مامته في كل حاجه وهي مبوظانا حياتنا تماما وانا مش عارفه اعمل ايه. تعالي اقول لك على 8 خطوات لو عملتيهم هتعرفي تتعاملي مع زوجك لو هو ابن امه او بيسمع كلام مامته. اول حاجه محتاجه تحددي المشكله، هي ايه المشكله بالظبط؟ هل هو بياخد رايها وبس، ولا هو بيسمع كلامها في كل حاجه، ولا هو كل حاجه تتفقي معاه عليها هي تقوم مغيراها، ولا هو ما بيعرفش ياخد اي قرار من غيرها؟ فمهم جدا افهم هو بالظبط ايه المشكله. ممكن يكونوا كل الحاجات، بس تحديدي لنوع المشكله اللي بتضايقني ده مهم. الحاجه التانية لو سمحتي اختاري الوقت المناسب، ما نكونش احنا لسه عندها في زياره او هي لسه عندنا وبعد كده نفتح الموضوع. اتعلمي تختاري الوقت المناسب اللي تفتحي فيه الموضوع عشان تطلعي منه باكتر مكاسب ممكنه. النقطة التالتة لو سمحتي اتكلمي على أثر السلوك مش على الشخص، ما تتكلميش عنها. مش شفت مامتك عملت ايه، شفت انت عملت ايه، انت ضعيف قدامها هي، فانا بتكلم عليه او بتكلم عليها، كده هيقلب عليك الترابيزة وكده هياخد صفها على طول. طب اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن اللي حصل. انتوا متفقين على حاجة وهي عرفت فراحت مغيرة لكم الخطة بتاعتكم، اتكلم بقى على ده. اتكلم على احنا متفقين على كذا، ليه اللي احنا اتفقنا عليه ما اتعملش؟ إيه، انا كنت مستنيه ان اللي احنا اتفقنا عليه يتعمل، انا كده بحس بعدم امان. المفروض احنا حاجه دي خدنا فيها قرار فانا بتكلم على السلوك، ما جبتش سيره اشخاص، ولا انت ولا هي. طيب النقطه اللي بعد كده احنا محتاجين بقى نحط شويه اتفاقات كده بيننا وبين بعض. هناخد رأي مين اللي هنشاركه كل حاجة، ايه الحاجات اللي نشاركها، مين مسموح له يعرف ايه. انا وانت، مش بتكلم عليك انت بس، بتكلم علينا احنا الاتنين. النقطة اللي بعد كده بنحط قواعد وشروط عامة في علاقاتنا كلها، في حياتنا كلها. عايزين حياتنا بنعمل خطة كده مستقبلية، عايزين نعمل الحاجة الفلانية، عايزين يبقى عندنا البيت الفلاني، فاحنا عاملين خطة لمستقبلنا، وكل حاجة تخدم الخطة دي بنمشي عليها. وعاملين خطة لعلاقاتنا مع الناس كلها، بحيث اي حد يخالف الحاجات دي احنا بنرجع للاتفاق اللي احنا متفقين عليه. اكبر غلطه ممكن تعمليها ان انت تحطي نفسك في مقارنه او في منافسه معاها، او تخيريه انا ولا هي. طب يا تختارني يا تختارها، ما ينفعش احنا الاتنين نكون موجودين في مكان واحد. اوعي تعملي ده، انت كده بتزرعي بذور العداوه. ولو هو شخصيه اعتماديه او شخصيه ما يعرفش ان هو ياخد قرار، هيبقى يستغنى عنك بطريقه سهله جدا. النقطة اللي بعد كده هو اللي أنا بقى كنت بتكلم فيه ده، محتاجة تعرفي هو أصل المشكلة عنده هو إيه. هل هو شخصية اعتمادية؟ هل هو شخصية غير ناضجة؟ هل هو شخصية اتربى بفكرة الذنب واللوم والعتاب؟ هل هو اتربى بفكرة التخويف؟ فأعرف ليه السلوك ده طالع منه، عشان عنده شخصية نوعها ايه او نمطها ايه. مش عارفه؟ استعيني بجلسات الكوتشنج في الجزئيه دي، هتعرفك نمط الشخصيه اللي قدامك هيكون عامل ازاي. النقطة اللي بعد كده أي خطوة إيجابية يعملها ولو بسيطة في الموضوع ده شجعيه عليها وحمسيه وبرافو وأنا شفتها وأنا مقدرة، وشجعه على كل خطوة إيجابية هو يعملها. دول 8 خطوات لو عملتيهم هتعرفي تتعاملي مع الزوج اللي ما بيعرفش يمشي غير بكلام مامته، او لو مامته هي اللي متدخله في حياته ومبوظه لك حياتك. هتعرفي تحطي معاها حدود، ودي النقطه الاخيره، هتعرفي تحطي معاها حدود بحيث ان لما تكون في مشكله بينك وبينها ما تدخليهوش هو طرف ثالث في المشكله دي. اتعلمي ازاي اخد حقي واحط حدود مع اللي قدامي بطريقه ذكيه، بطريقه ما بانش ان انا انسانه متصادمه. ما دخلش جوزي في الموضوع لان انا عارفه كويس قوي ان هو مش هيسد في الحته دي. فازاي اكون انا ذكيه في تعاملي معاه؟ دي اخر نقطه انا هختم معاكم بيها. اعملوا ال8 خطوات دول وشوفوا اثر ال8 خطوات دول ايه على علاقتكم بزوجكم لو هي مامته مسيطره او متحكمه فيه. انا من تركوتش شيماء حزه، اشوفكم على خير.